ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. الله كريم كريم كريم. الله رحيم رحيم رحيم. الله كريم كريم كريم. الله رحيم
رحيم رحيم قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم يا اللي بتحلم بالغفران صائم قائم للرحمن يا اللي بتحلم بالغفران صائم قائم للرحمن تعال نتوسل بالعدنان تعال نتوسل بالعدنان ونبلغ جنات النعيم الله كريم الله كريم 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 الله رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم تعالى نزكي ونصدق ونتجمع ولا نتفرق تعالى نزكي ونصدق ونتجمع ولا نتفرق وجبال التوبة نتسلق وجبال التوبة نتسلق ونطلب من رب كريم الله كريم الله كريم 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 الله رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة وفي العبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن مزايا شهر الصيام أن الله تعالى ينظر للصائمين نظرة الرحمانية ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا وأعتقه من النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتستغفر الملائكة فيه للصائمين إكراما للأمة المحمدية وتتزين الجنة طول شهر رمضان لاستقبال الصائمين الأبرار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفيه يستجاب الدعاء ويتجلى فيه رب البرية اللهم انظر إلينا بعين الرحمة واغفر ذنوبنا يا غفار إلا مرضى الشهيد بعظم شديد من صلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية
واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. رمضان الخير وافى بالهنا وأزال الهم عنا والعنا. رمضان الخير وافى بالهنا وأزال الهم عنا والعنا. يا هنا عبد سعيد صامه يا هنا عبد سعيد صامه فلقد نلنا من ربنا فلقد نلنا المنى من ربنا. رمضان الخير يا شهر الشهور جئتنا بالعفو برب غفور. فيك نلنا الفوز مع كل الحضور. فيك نلنا الفوز مع كل الحضور. يا هنانا فيك حقا يا هنا يا هنانا فيك حقا يا هنا. رمضان الخير يا نعم البشير جئتنا بالفوز والنصر الكبير. سل إله العرش يمحو العسير. سل إله العرش أن يمحو العسير. ثم يجلو عن قريب كربنا. ثم يجلو عن قريب كربنا. رمضان الخير يا شهر الصيام أنت شهر المصطفى خير الأنام. فهو محمود الورى سامي المقام. فهو محمود الورى سامي المقام. من عليه صلى دوما ربنا. من عليه صلى دوما ربنا. رمضان الخير وافى بالهنا وأزال الهم عنا والعنا. يا هنا عبد سعيد صامه يا هنا عبد سعيد صامه فلقد نلى المنى من ربنا. فلقد نلى المنى من ربنا. سبحانك اللهم بالآصال والإذكار. سبحانك اللهم بالآصال والإذكار.
يا رب جئنا تائبين يا رب، يا رب جئنا تائبين فهب لنا سترا جميلا منك يا سلطان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسر لنا بصيامه وقيامه روح الفتوح، يسر لنا بصيامه وقيامه روح الفتوح، ليكمل الإيمان واشرح قلوب المسلمين به، واشرح قلوب المسلمين به كما عودتنا يا رب يا منان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الصلاة على النبي وآله وصحابه ما مرت الأزمان. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. الله 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 لا إله إلا الله. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، مساكنك الشهد قد وله بحبك إذ هو أقصى المنى. الله 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 لا إله إلا الله. فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا. فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. الله 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 لا إله إلا الله. يا رب يا غوث الصريخ يا رب، يا رب يا غوث الصريخ، ومن إذا ناداه ملهوف حباه وقد كفى. أدعوك مضطرا بجاه محمد روح الوجود الهاشمي
أدعوك مضطرا بجاه محمد أدعوك مضطرا بجاه محمد نور الوجود الهاشمي المصطفى وبآله السادات والصحب العلا والتابعين ومن بإثرهم مقتفى أوصل حبال قطيعتي بالجود واجبر كسر قلبي فالعدول قد اشتفى أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي فالعدول قد اشتفى واصبب على داعي الدواء واصبب على داء الدواء واصبب على داء الدواء تفضلا يا من إلى أيوب أحسن بالشفاء يا من إليك حنين القلوب بحرمة طه نبي الهدى يا من إليك تحن القلوب بحرمة طه نبي الهدى بقافلة الحق أهل الغيوب رجال الطريق بحور الندى أغيثنا وفرج جميع الكروب فقد طال فيها علينا المدى أغيثنا وفرج جميع الكروب فقد طال فيها علينا المدى ولا تمتحن لأجل الذنوب يا رب ولا تذهبي القصد منا سدى وهذا أوان يجاب الدعاء لمن يرتجي من مجيب الدعاء وهذا أوان يجاب الدعاء لمن يرتجي من مجيب الدعاء إلهي تفضل علينا جميع تكرم علينا أنيلنا السعى ومن كل خير إله يعطينا وشفعه فينا ولا تخزنا بجنة عدن بما قد يا رب إلهي بطائك جمعنا يا الحديث أكفتي يا حالي فبما
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولأيام تغضت بينكم أيام أنس بل صفا ووداد في طيبة وبها يطيب الملتقى مرت وأحسبها كطيف عقابي وحياتكم ما ملت عن دين الهوى يوما وملت لرغبة الحساد. دعوني أناجي حبيبي ولا تذلوني فعدلي حرام والكف ملامي فإني محب سقيت بكاس الهوى والغرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تذلوني فعدلي حرام فؤادي لنحو المدينة هام فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولى بخير الأنام. دعوني أناجي حبيبي ولا تذلوني فعدلي حرام. فيا جيرة الشعب اليماني بحقكم طلوا أو مروا طيف الخيال يزور. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. وحيباب قلبي من سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. وحيباب قلبي من سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. فجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. يا سيد الجمال سوق الظن بسالي قلب المحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا البيت الهادي يا أهل العباية سيادي. يا البيت الهادي يا أهل العباية سيادي. منكم أريد امدادي بالهون شوفوا حالي. يا سايق الجمالي سوق الظن بسالي قلب المحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا البيت الزهرة منكم أرد لي نظرة. يا
المحب مهيا بالمصطفى والآل طه يا قرة عيني يا جد الحسنين طه يا قرة عيني يا جد الحسنين حبك ضياء يوم الحشر رسمالي يا سايق الجمال سوق الضعن بسالي قلب المحب مهيم بالمصطفى والآلين صارت نسائم لطفكم ألحانا تغزو العقول وتوقظ الوسمانا وتهز أوتار القلوب على صدى نظم الخلود وترشد الحيرانا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتهيب داعية إلى الله الذي برأ الوجود وأنشأ الإنسان يا أيها البدر المشع على الدنا نورا يهز الوجد والوجدان أنفاس حبك كم سقت من تائه غيثا فراح يعب منه حنانا الله الله حتى غدا من بحر ودك واردا متضلعا من فيضكم ريانا ماء السماء أحيا راض بلقعا ومياه هديك أنبتت إيمانا إنا بجاهك نستجير من الهوى وبنور وجهك نستزيد تقانا في يوم لا يجزي الفتى أمواله وفعاله إن لم تكن رضوانا يا مريد الله إن أجل القول صغار يا مريد الله إن أجل القول صغار إذا تتبع قولي به تصل الله فاذكر الاسم الأعظم وطوي الكون تغنم فاذكر الاسم الأعظم وطوي الكون تغنم وخذ بحر القدام فذاك بحر الله وخذ بحر الأنوار والمعنى والأسرار وخذ بحر الأنوار والمعنى والأسرار وافنى عن الديار يبلغ قلبك الله كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث أقاما وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور كلاما قد قنعنا بحبه ورضينا
ساعة ويهجر عاما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد قنعنا بحبه ورضينا، لو يفي ساعة ويهجر عاما. ماء حيلا لما وصلنا سحيرا، وقرأنا على الرسول السلام. الصلاة والسلام عليك يا محمد الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد الله. يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب سلامي عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا. ما دعا لله داعي، يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب سلامي عليك، صلوات الله عليك. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت العوالي. مرحبا يا خير داعي، يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب سلامي عليك، صلوات الله عليك. الله 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 الله، يا إلهي يا الله، يا منى عبد دعاه. الله 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 الله، هب لنا فتحا قريبا، واجعل التقوى حوله. الله 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 الله، يا إلهي يا الله، يا منى عبد دعاه. الله 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 الله، هب لنا فتحا قريبا، واجعل التقوى حوله. الله 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 الله، باسمك اللهم صلني منك بالعلم اللدني. الله 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 الله، باسمك اللهم صلني منك بالعلم اللدني. الله 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 الله، أنت رحمن وإني عبده الراجي عطاه. الله 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 الله، ملك في قلبي داغ، وعليك القلب داير، وعلى ما راك دار في الحمى أهل الدواء. عجبا كيف أشار لك أرباب العشاير،
جميلا قد تجلى بتفاوع الجزال وبعقد قد تحلى من جلال وجمال واجب في الذات جل عن إضافة المحال قادر لك اقتداء في تصاريف المقادير لحبيب مرتجل ملأ الدنيا سناه وبطور القلب حل فحل فيه هداه لحبيب مرتجل ملأ الدنيا سناه وبطور القلب حل فحل فيه هداه عنه طرف العين كلا وهو في قدس علاه أبدا حاشا وكلا أن يرى القلب سواه لحبيب مرتجل ملأ الدنيا سناه وبطور القلب حل فحل فيه هداه كيف لا يبنى المعنى فيك يا بدر البدور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج رب بطه لا تخيب أملي رب بطه لا تخيب أملي رب بطه لا تخيب أملي جسمي سواء من إساء تعملي جد يا خالقنا باللطف بنا جد يا راحمنا بالعفو لنا جد يا رازقنا بالثبات بعشرة ختام الرسل محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين
والصادقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذه المجالس المباركة حتى نذكره ونصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويسمعنا سبحانه وتعالى شيئا من كتابه العزيز والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يقرأه الإنسان أو يسمعه يجب أن يرى نصيبه من هذا الكلام الكريم، يجب أن يرى مركزه ومقامه وفائدته التي استفادها بتطبيقه لشرع الله سبحانه وتعالى، وينظر أي صفة جعله الله سبحانه وتعالى فيها. فبدأ القارئ جزاه الله خير والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فمرحلة الإيمان أعلى من مرحلة الإسلام. فالإيمان شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، وبعد ذلك بعد هذه الصفات عدد الله سبحانه وتعالى صفات كثيرة من المتقين والصابرين والخاشعين والقانتين والصائمين، وختامها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكل هذه الأمور يحصل عليها الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الإسلام والإيمان لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء من هذه الصفات إلا بعد تطهير قلبه وتزكية نفسه. فهذه الأمور لا يحصل عليها إلا بصحبة صالحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فبعد الإيمان والتقوى يجب عليه أن يكون مع الصادقين حتى يحافظ على الإيمان ويحافظ على التقوى، فيحصل على مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يغتنم هذا الشهر المبارك، وخصوصا هذه الأيام الأولى من شهر رمضان، لأن بدايتها أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحمك وأن يجعلك تسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تترقى بقلبك وبعملك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. يا الله. فعلا هذه الصفات اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الآية كما يقول الآخر. يعني شوف الإنسان نصيبه من أي المقامات. المسلمين والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. المسلمين والمسلمات طبعا كأن النساء اشتكى أن ما لهم في القرآن يعني ذكر مثل الرجال، قليل يعني يذكر منهم.
فهكذا الآية مثل الآية هذه تقرأها تقنع إنه ما في الخلق عند الله أكرمهم عند الله أتقاهم، سواء كان من النساء أو من غير النساء أو من الرجال. المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. إن شاء الله كل هذا بالنسبة لنا الصوم يحصل الإنسان على الصبر، يعني مقام الصبر، يعني يحصل عليه يصبر الإنسان عن كل الأشياء الفضل يعني. وهكذا عرفنا إنه إلهم مثل ما للرجال. يعني بعض الناس اللي يتشدقون بالكلام يقولون لماذا الرجال دائما الله سبحانه وتعالى يعد لهم الحور العين وزوجناهم بحور العين وكذا الحور العين، والنساء ما عمري اللي بقرين مثلا. قال انت عندك اولاد وعندك بنات ولله المثل الاعلى، وتقول للولد ان شاء الله ان زوجت يعني بنتي كنت تربيها من الجميلات من الكذا، لكن ما يستحي يقول البنت ذات ان شاء الله اجوزت ولد يعني مع الشباب الكذا الضخمين الكبار، يعني ما يليق. يعني اذا انت ما ترضى الحاله شلون الله سبحانه وتعالى يرضى يقول؟ لكن فيها ما تشتهي الانفس، كنا بتشتهي شيء الله سبحانه وتعالى ينزلها في الجنه. لا اله الا الله. نحن نقرأ شوية في كتاب الثواني للشيخ أحمد الجامع حفظه الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. قال له هذا خالق الثقلين والكونين الذي يخلق النمل والفيل. قال لنبيه ذلك نرى في هذه الآيات تبرؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يمنح وجوده وما يتعلق به سواء من الأمور الدنيوية أو الأخروية لا يصلح لأن يستفيد الناس منه، ولا يمكن أن يوجه الناس إلى ربهم. ومن لم يتحقق بقول الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ولم يقف على حيل النفس، لا يصلح لتوجيه المؤمنين إلا فيما يخص الفتوى الظاهرية. كل الطرق الخالصة لله مطهرة من الشوائب الدنيوية، وإذا دخلت فيها الشوائب الدنيوية والحظوظ النفسية خرب، خصوصا الطريقة الشاذلية لأنها عالية من حيث العلم. فسيدنا الهاشمي رحمه الله في معرض حديثه عن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقول حصة الطريقة الشاذلية في القسم الأول. من لم يفهم ذلك يكون هذا الكلام عنده مثل الحكاية. الأمر ليس كذلك، بل عليك عندما تقول الله أن يكون إيمانك أنه ينظر إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المرآة المؤمن كمثل الغراب الأبلق. مثل المرأة المؤمنة كمثل الغراب الأبلق في غربان سود لا ثانية لها ولا شبه لها، ومثل المرأة السوء مثل بيت مزرق أو
مزرق، ظهره خرب، جوفه كظلمة لا نور لها يوم القيامة. والله إني لأخشى أن لا تقوم امرأة على فراش زوجها مجانبة له إلا هي عاصية لله ولرسوله. مزرق يعني ملون من فوق، ولكن هو قلبه خراب يعني كما هذا مشان والله ما رأى أحد نساء جيدات حافظات قانتات إلا قليل، لكن الذي يزوج ولده سواء كان ذكرا أو أنثى عليه أن ينظر إلى الأصل لا إلى الجمال ولا إلى المال. فإذا كان الأصل جيدا يأتي الخير، وإلا فلا يأتي. كلنا خرجنا عن الحدود، وكذلك الأولاد والأزواج. حالنا يا ستار من شدة الغفلة كأنه نسي الله. يقولون أوروبا هكذا، أمريكا هكذا، باختلاط الناس مع غير جنسهم يفسد بعضهم بعضا. الطريقة الشاذلية طريقة الربانية، الطريقة الشاذلية طريقة محمدية. الطريقة الشاذلية فائدة دينية ودنيوية، لكن بالتسامح والتعاون. فكما أن للأولياء كرامات كذلك للجماعة كرامات، لكن لا بد لإفراد الجماعة أن يكونوا مساندين ضمن حدود الله حتى تكون لهم كرامة. يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعاون على البر والتقوى. هذا المجلس هذا يعتبر تعاون من الفقراء، لأن الإنسان اللي يريد مثلا الطريقة تنمو وتمتد ويطول عمرها يحضر مجالسها، يحضر معهم يعني. أما غايب يعني يمكن أخذ له 5 مرات أو 3 4 مجالس ما حضرها، قال يمكن هذول ربعا كلهم يعني راحوا حتى يعني فرطوا راحوا، يعني يتصور على حاله يعني كل إنسان. أما اللي يحضر المجالس يقول لا يزال منسجمين ومتعاونين الحمد لله، ويسندون بعضهم ويشجعون بعضهم. القارئ في أول المجلس القارئ قال على جماعة أرادوا الكفار أن يطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد الذين قالوا بعدهم عنك وإحنا نجي عليك، ومو صحيح الكلام. ويقولون هؤلاء هم هذول الذين أنعم الله عليهم من بيننا أو إيش يعني هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، لأنهم هم يعني وين هذول كبار فخمين واللباس جيد وكذا والخيل غير شكل. أما هذول دراويش ما يملك لا لباس زين ولا فرس زينة ولا كذا مال عنده ولا يعني فقراء ضعفاء يعني. فيقولون بعدهم عنك. لذلك أنزل في الآية يعني في رسول الله لما أتاه عبد الله بن مكتوم فقال له علمني مما علمك الله. وهذا الرسول جعل من مقابل يعني سادات قريش اللي يقولون بعد هذول عندنا. هو يقول شنو أطردهم يعني ما بعدهم عنك لا تريد نحن نرجع عليك. وجاء هذا هم جاعلين يسولفون بهالكلام هذا، وجاء الدرويش الفقير هذا. نعم. والله سبحانه وتعالى نبه رسول الله قال عبس وتولى. عبس يعني كأنه فعل ماضي أو ما أدري إيش يعني يقولون أهل اللغة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر. المستغني أنت تلقاه وتستقبله وتقلب عنه وتريد يعني الجلد، فإنه بل شاء الله يهديه بل يصير منه خير، لأن هذا وراء عشيرة وراء قبائل يعني.
فالرسول يطمع صلى الله عليه وسلم بأن يأتون هذول الإسلام، مثل ما أتى عمر رضي الله تعالى عنه وأبا بكر، يعني من هذه الشخصيات الكبيرة هاي جرت، لكن هذول الله أراد لهم، أنقذهم ربنا سبحانه وتعالى وجعلهم بها المرتبة هاي العالية، وهذول ما أراد لهم خير، لأنهم هكذا الطينة المجبولة، يعني ما هي خلق أن تكون تستمع ما لا تستكبر وتنتفخ ألا سدد. نعم. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت وما عليك ألا يزكى، عمرين ما يزكى، يروح. نعم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل عبد الله بن مكتوم ويقول مرحبا بمن عاتبني به ربي، مرحبا، يقوم بوجهه رجل أعمى فقير ما يملك شيء من غير الدين والدين مع الله، يقوم من الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل يقول مرحبا بمن عاتبني به ربي. لا إله إلا الله. ربنا ما عنده يعني احنا كثير هالشيء بعضنا يلبس الهدوم من جنات ولا عنده سيارة زينة ولا ما تشوفه الا انتفخ. يا ابن الحلال خليك شوي تحت على يمكن الانسان يكون انسان يمكن جسمه مو هو هالقد ولباسه مو هالقد وكذا، لكن قلبه مع الله سبحانه وتعالى، وربنا يريد هالقلوب يكون تتجه اليه. مهما كان الجسم ومهما كان إذا كان مو مقبل على الله ولا يتعرف ولا يجي يزاحم الفقراء على العبادة وعلى الطاعة، هذا ولو انتفق ما هو شيء يعني بنوم ما له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يدخل انفسنا قدام حالنا قدام نفسك يعني. كثير منهم قال ما أظن والله نفسي سيئة ما تصل. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل بها بالإفك قالت والله ما أظن حقارتي ونفسي وسوءي إنه ينزل لي قرآن، ما فكرت ينزل لي قرآن. انت الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يشوف لي شيء منام وبراءتي يعني، لأنها تعرف حالها بريئة يعني. وهذول أكدوا بأن الشغلة انتهت وصارت وكذا. المجرمين أهل الإفك أهل يريدون يحبون أن تشيع الفاحشة، نعوذ بالله. كل واحد يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، هذا سيء لا يترجى يعني أبدا إلا أن يتوب إلى الله ويرجع ويقبل على الله. أنت تحب أن يشيع الأمور الزينة. نسأل سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى. والله نحن ما ننزل عشان نتكلم عن رمضان هو الحال، هو كله كتلة من الخير كله. شو تقول عنه؟ يقول عنه أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. الصائم كل يوم عبادة وكل ليلة عبادة والليل عبادة كله، لأنه نوى من أفطر نوى الصوم لغد يغفر اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت ولصوم غد النوم من خلص هذا أفطر هذا ونوى وظل بعباده كأنه مثلا في صلاة وشاهد وكذا، لكن الله سمح له أن يتكلم وأن يقرأ القرآن وأن يذكر الله وهكذا كل الأمور، لكن هو في عبادة طيلة الشهر. والعبادات ما طول السنة. الصلاة تقضيها 5 دقائق 10 دقائق، الحج يعني 2 أو 3 تخلص مناسك الحج، وكل العبادات. الزكاة تشيل من جيبك على 20 ورقة وتنطيهم خلاص، لكن هاي عبادة مستمرة من أول الشهر إلى آخر يوم في شهر رمضان، كله أنت متلبس بالعبادة، متلبس العبادة أبدا، ليلك نهارك في نومك في ذكرك في كذا. لكن لما تطلع حالك أنت تطلع على الغيبة وعلى النميمة وعلى الفلاني تخلص صومك. الصوم طبعا يغتاب الإنسان يقال هذا أفطر، قال لا ما أفطر ماديا، أفطر معنويا، أفطر يعني كأنه نقص من أجر هذا الصوم عنده. أما بيظل صايم ما يقول لك إن اغتاب واحد ولا مثلا تكلم كلام فحش ولا كلام سيء ولا كذا، قال هذا خرب صومه. بعض ثاني يقول أنا أفطرت ما دام خربت الصوم، يقوم يفطر. لا يا أخي ما من ولا
بدك تمسك وتتمم صيامك إلى الليل، تمم صيامكم، لكن خدشت صومك، خربت يعني أخذت جماله، أخذت منه، أخذت الله أعلم إيش قد نقصد، إيش قد الكلام يحتوي. فأنت كل هاليوم هذا كله عبادة، لا تضيعه. والله لو نمت تسحرت ونمت وما بعد إلا عند الإفطار 10 أجسام، ولكن ما استفدت. بدك تاخذ النور، تقرأ قرآن، بدك تذكر الله، بدك تذكر الرحم، بدك تزور المريض وكذا وكذا شيء، يعني لك خيرات كلها موجودة، نزيد الخير فيها. ولا صومك صوم، نمت ما قعدت إلا صوم ولك أجر الصيام ولك أجر، لكن نقصت مع العلم من هذا وقت مغنم. يعني الإنسان يتحسف ويحتج من يروح منه وقت، والله من يروح منه وقت أقل وقت، يشوف أنه قاعد شوي يمكن سولف له مع حرمة، مع زوجته، مع كذا، تعالى يرد يتأسف ويشوف ضيعت لي ربع ساعة، يرجع يقرأ القرآن ولا يجي يذكر الله وهكذا، حتى يتضاعف الخير، لأنه فيه خير ما يعلم به إلا الله. في ربنا سبحانه وتعالى يعتق خلق الله ما يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى في رمضان. في رمضان خيرات وبركات، مثل ما تفضل والمنشدين واللي يعطل والكذا بينوا يعني. فأنت تعرف من أي كتاب، من أي قرآن، من أي تفسير تجي تحت فيه وإلا فيه خيرات، تقول أنا شيء أسأل عليه. هذا هالشهر كتلة من النور والخيرات، كتلة من البركات، كتلة من الرحمة. أسأل الله أن يوفقنا وأن يقبلنا إن شاء الله، اجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وإنا على غض البصر وحفظ اللسان، وإنا على تلاوة القرآن، وبارك لنا في رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، واجعلنا فيه مجابين الدعاء، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الغابوا من عندنا إن كانوا يحضرون المجلس، على أرواحهم الفاتحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.